السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من قناة محطة تعلم. والنهاردة بإذن الله من كورس البريمير هنتكلم عن الإفكتس. الإفكتس هي عبارة عن مجموعة من التأثيرات والانتقالات اللي أنا بطبقها على الفيديوهات اللي عندي عشان أحولها من فيديوهات عادية لفيديوهات احترافية. طيب، أول ما تدخل على قائمة الإفكتس اللي موجودة عندك هتلاقي معاك متقسمة لمجموعة من الفولدرات. أول حاجة بريسيتس، لوميتري بريسيتس، أوديو إفكتس، أوديو ترانزيشنز، فيديو إفكتس، فيديو ترانزيشن. نيجي لأول حاجة موجودة معانا البريسيتس. البريسيتس عبارة عن مجموعة من القوالب الجاهزة اللي أنا بقدر أطبقها بشكل تلقائي على الفيديوهات اللي موجودة معايا. لو أنا ضغطت على السهم الموجود معايا كده، وليكن ممكن نختار أي بريسيت، ممكن نختار مثلا البرو. نبدأ نشد البريسيت اللي موجود معانا، بضغط ضغطة وأبدأ أشد وأحطه على تراك الفيديو اللي أنا عايزه. وليكن أنا هطبق على الفيديو الأولاني اللي موجود معايا، هسيب إيدي هنا على تراك الفيديو بالشكل ده، هلاقي الإفكت اتطبق معايا. عايزك اول حاجه تلاحظها معايا ان من قائمه الافكت كنترولز هتلاقي الافكت اللي احنا شدناه وسحبناه. عايزك تلاحظ هنا من قائمه الافكتس اسمه فاست بلو ان. لو جيت هنا عند الافكت كنترولز هتلاقي الافكت فاست بلو اتطبق معاك على الفيديو. ده معناه ان اي افكت انا بقدر اشده واحطه معايا هنا على تراك الفيديو بقدر اعدل عليه من الافكت كنترولز بالشكل ده. عايزك دلوقتي تلاحظ معايا، شوف البيست اللي احنا ضفناه عمل ايه في الفيديو. لو انا ضغطت كده، الفيديو كان بادئ بلو بالشكل ده. طب انا دلوقتي عايز اشوف الفيديو قبل البريسيت اللي انا حاطه. هتلاقي ان جنب البريسيت في علامه اف اكس. لو انا ضغطت بالشكل كده انا لغيت البريسيت اللي انا حاطه. شوف الاول الفيديو بدأ عادي جدا بالشكل ده. مجرد ان انا حطيت تأثير بسيط، وليكن لو انا عايز اشغل التأثير تاني هضغط تاني على الاف اكس دي، هتلاقي البريسيت اشتغل معاك عادي. شوف الاول الفيديو كان عادي، دلوقتي بدأ كده بالشكل ده. فهتلاقيه بدأ يحول لك الفيديو لفيديو شبه احترافي. طب انا دلوقتي لو انا عملت بريسيت وعايز احذفه، بسيطه، ممكن اضغط على البريسيت بالشكل ده واضغط ديليت من لوحه المفاتيح. كده لغيت البريسيت اللي انا ضفته على التراك اللي موجود معانا. دلوقتي البريسيتس اللي موجوده معاك تقدر تجربها بشكل يدوي انت وتشوف اللي ينفع ليك وتقدر تشتغل بيه بعد كده. هي الفكره دلوقتي ان كل الشغل اللي موجود معانا في الافكتس عباره عن دراج اند دروب. بشد التاثير اللي انا عايزه وابدا احطه على التراك، وبعد كده هشوف التاثير ده عجبني ولا لا. ما عجبنيش ممكن اشيله من الافكت كنترولز، مفيش اي مشكله خالص. كده خلصنا اول حاجه وهي البريسيتس. نيجي لتاني حاجه اللوميتري بريسيتس. دي بقدر من خلالها ان انا اعدل على الالوان بتاع الفيديو. دلوقتي تعديل الالوان احنا ان شاء الله هنعمل له حلقه مخصوص، بس تعالوا نتكلم سريعا كده على التلوين من هنا. دلوقتي لو انا عايز اعمل تلوين على الفيديو اللي موجود معايا، اول حاجه انصحك بيها ان انت لازم تعمل حاجه اسمها ادجستمنت لاير. هرجع هنا ومن نيو ايتم هختار ادجستمنت لاير. هياخد نفس ابعاد الفيديو اللي موجود معايا ونفس عدد الفريمات بتاع الفيديو 1920 في 1080، والفيديوهات اللي موجوده معانا 30 فريم، واضغط اوكي. دلوقتي الادجستمنت لاير ده عباره عن لاير شفاف، هو اتضاف معايا هنا. لو انا عايز احطه في التايم لاين بشد واسحب بالشكل ده. خلي بالك ان انا كده هتلاحظ ان ما عملتش حاجه. الادجستمنت لاير عباره عن لاير شفاف اتحط فوق الفيديو. هو مجرد لاير شفاف، لو انا عايز احط تاثيرات احطها على اللاير الشفاف ده بحيث ان انا تكون سهوله التعديل وسهوله التعامل. طب تعالوا نشوفها كده بشكل فعلي. هندخل تاني على الافكتس ونختار على اللوميتري بريسيتس، وليكن نختار مثلا من السينماتيك، نختار اي بريسيت بالشكل ده. دلوقتي تشوف التاثير اللي هو عمله على الفيديو. انا دلوقتي حطيت التأثير اللي موجود معايا على الادجستمنت لاير، وليكن عايز اطبق نفس التأثير ده على كل تراكات الفيديو اللي جاي، ما يتطبقش على اول تراك. بسهوله بقدر اشد وامد طول المده الخاصه بالادجستمنت لاير، بحيث ان هو لو دخل على الفيديو التاني يكون ناخد نفس التأثير السينماتيك بالشكل ده. ولو انا عايز اقلل المده بتاعته نفس الفكره، انا عايز التأثير يظهر لحد هنا بس، واول ما يدخل يشيل التأثير عادي. دلوقتي لو انا عايز اشوف الفيديوهات الموجوده معايا كمان قبل التأثير وبعد التأثير، بسهولة هاخفي الادجستمنت لاير من هنا. كده التأثيرات اللي أنا حاططها على الادجستمنت لاير مش ظاهرة خلاص، هارجع أشوف الفيديوهات لطبيعتها. فالتحكم بالادجستمنت لاير بيبقى سهل ومرن جدا في التعامل مع الافكتس، وخصوصا لو التراكات اللي موجودة معاك بتاع الفيديوهات بتكون متقطعة. لو أنا عندي التراكات متقطعة بالشكل ده، بدل ما أنا أقعد أحط كل افكتس على كل تراك لوحده من الادجستمنت لاير، بشد وأسحب بالشكل ده. كده خلصنا الليميتد بريسيتس. نيجي للإفكتس اللي موجودة بعده وهي الأوديو إفكتس. الأوديو إفكتس دي خاصة بتأثيرات الصوت. يعني أنا دلوقتي الإفكتس اللي موجودة معايا دي بطبقها على تراكات الصوت اللي موجودة معايا. وخلي بالك إن تراكات الصوت اللي موجودة معانا إحنا في الغالب بنعدلها على أدوبي إيديشن.
ونفس الافكتس دي هتلاقي معظمها موجوده في الادوبي ادوشن. يعني انت اول ما تبدا تشتغلها هتحس انت دخلت على برنامج ادوبي ادوشن. تعالوا كده نجاوب اي افكت، وليكن فلتر اند ديكو، وليكن هختار بارامتريك ايكولايزر، بشد واسحب على تراك الصوت اللي موجود معايا بالشكل ده بصوره تلقائيه اللي هي ظهر معايا في الافكت كنترولز. وفي هنا كلمه اديت، اقدر من هنا ان انا اعدل على تراك الصوت اللي موجود معايا بالشكل ده، وليكن اختار لاودنس ماكسمايزر وابدا اعدل التعديلات اللي انا عايزها بتاع الصوت بالشكل ده. تعالوا كده نشوف قبل التعديل وبعده. الصوت عادي، لو انا شغلت الافكت اللي انا عامله هتلاقي بقى في تأثير في الصوت والصوت عالي. ولو انا عايز احذف الافكت هعمل سيلكشن واضغط ديليت. نيجي للفولدر اللي موجود بعده وهو اوديو ترانزيشن. اوديو ترانزيشن ده بستخدمه لو انا عندي تراك صوت في قطع في تراك الصوت، وعايز الصوت يدخل من التراك الاول للتراك الثاني بصوره سلسه بحيث ان المستمع ما يحسش ان في قطع في الفيديو. تعالوا كده نشوفها. وليكن هعمل قطع في تراك الصوت اللي موجود معايا بالشكل ده، واقطع جزء من التراك الاول وجزء من التراك الثاني، وهسحب اي ترانزيشن احطها بين تراكين الصوت. هنا هو بيعمل انتقاله بين التراك الاول للصوت والتراك الثاني، وهتلاقي الانتقاله ظاهر معاك ما بين القطع بتاع الصوت اللي موجود معاك بالشكل ده. هو دمج لك التراك الاول مع التراك الثاني عشان ما تحسش ان في قطع في الصوت والصوت نط مره واحده من تراك لتراك. نيجي للفولدر اللي موجود بعده هو الفيديو افكتس. الفيديو افكتس دي عباره عن الافكتات اللي انا بطبقها على تراكات الفيديو اللي موجوده معايا. وليكن فتحت الفولدر بالشكل ده. تعالوا نشوف اي تراك نشتغل عليه، وهشد مثلا برايتنس اند كونتراست واحطه على تراك الفيديو بالشكل ده، هيظهر معايا في الافكت كنترولز. اقدر من هنا مثلا ان انا ازود السطوع بتاع الفيديو بالشكل ده. وطبعا احنا اتفقنا ان اي تعديلات ممكن نطبقها على الادجستمنت لاير ونطبقها على باقي الفيديوهات. وعايزك وانت بتتعامل مع الفيديو افكتس انت تشوف الافكتس انت محتاجه. انت دلوقتي لو انت حافظ اسم الافكتس اللي انت عايزه ممكن هنا تبحث عنه. وليكن عايز ابحث عن افكت اسمه كوب بالشكل ده، هشد واسحبه على الفيديو الاولاني. هتلاقي الكوب ظاهر معاك هنا. الكوب ده بقدر من خلاله اعمل قص في الفيديو، قص من على الشمال بالشكل ده، ومن فوق. ده انت بتقدر تعمل اقتصاص في الفيديو اللي انت عايزه. دلوقتي لو انت مزنوق بس انت مش عارف اسم الافكت اللي هيطبق الحاجه اللي انت عايزها، ممكن بسهوله تسال شات جي بي تي مثلا، تقول له عايز افكت في البريمير اعمل بيه كذا كذا على الفيديو، هيديك اسم الافكت. تقدر تبحث عنه هنا وتوصل للافكت اللي انت عايزه. هيبقى الموضوع سلس معاك لحد ما انت تبدا تشوف الافكتس وتبدا تفهمها انت بنفسك، وهتبدا تحفظها بشكل تلقائي. اخر حاجه تيجي معانا وهي الفيديو ترانزيشن. بس قبل ما ادخل على الفيديو ترانزيشن هبدا احذف كلمه البحث اللي انا باحث عنها هنا، لان انت لو فضلت تبحث كده بالكوب هتلاقي ما يظهرش معاك حاجه، لان هو دلوقتي بيبحث في كلمه كوب في مجموعه الفولدرز اللي موجوده معاك دي. هبدا اشيل كلمه كوب وادخل على الفيديو ترانزيشنز، هتلاقي الانتقالات ظهرت معاك. الفيديو ترانزيشنز عباره عن الانتقالات بين الفيديوهات. يعني انا عندي فيديو واحد فيديو اتنين، هعمل انتقاله بين الفيديوهين. وليكن نسحب انتقاله مثلا اسمها كوز ديزولف بالشكل ده. وخلي بالك بقى ان الانتقاله بتتحط في مكان القطع بين التراكين بالشكل ده. اول ما هسيب الافكت هتلاقي الرساله دي ظهرت معاك. الرساله دي عشان تفهمها لازم تفهم الفيديو ترانزيشنز دي بتشتغل ازاي. الفيديو ترانزيشنز عباره عن ان هي بتاخد فريمات من تراك الفيديو الاول وفريمات من تراك الفيديو الثاني وتسيحهم على بعض وتعمل انتقاله بين الفيديوهين. عايزك تلاحظ معايا كده في الاول. هضغط كنترول زد. هنا بيقول لك ان انت دلوقتي مفيش قطع بين الفيديوهات هنا عشان اكور الفريمات. الفيديو هنا شغال لاخره والفيديو التاني موجود من اوله. انت مش عامل اي قطع بين الفيديوهات عشان اقدر ادمج الفريمات دي مع بعض. عايزك تعرف هنا ان التراك لو انت علامه السهم الصغيره اللي موجوده معاك كده يبقى انت على اخر تراك الفيديو. لو انا ضغطت وقصيت كده بالشكل ده كده يبقى طالما ما فيش علامه السهم الصغيره اللي فوق يبقى التراك ده مش موجود لاخره. لو انا شديت وسحبت تاني كده هتلاقي التراك ظهر معاك لاخره وعلامه السهم اللي فوق دي موجوده معاك، سهم او مثلث ايا يكن. نفس الفكره بالنسبه للتراك الثاني. لو انا قطعت منه جزء كده
هتلاقي السهم اتغير معاك، لو انا رجعت تاني هتلاقي السهم او المثلث ظهر معاك تاني. يبقى هو هنا بيقول لك ايه دلوقتي؟ هو هنا بيقول لك ان مفيش فريمات اكررها، فانا هكرر انا صوره واحده بالشكل ده، هتلاقي صوره ثابته. شوف دلوقتي في ثبات في الصوره بالشكل ده لحد ما دخل على الفيديو التاني. طب انا عشان اتجنب الموضوع ده هضغط كنترول زد، هنعمل قص بسيط في الفيديو الاول والفيديو التاني بالشكل ده، وابدا اضمهم على بعض، ونيجي نحط الانتقاله اللي موجوده معانا بالشكل ده. شوف الانتقاله دلوقتي بقت سلسه ازاي، لان هو خد من الفريمات اللي احنا قصيناها في التراك الاول والفريمات اللي احنا قصيناها من التراك التاني وسيحهم في بعض وعمل الانتقاله بالشكل ده. لو انا دلوقتي ضغطت على الانتقاله هنا هتظهر لي في الايفكت كنترولز. عايزك تاخد بالك معايا من حاجتين، ان الانتقاله اللي موجوده معاك انا بقدر اتحكم في مده الانتقال، وليكن عندي الانتقاله هنا عباره عن ثانيه، ممكن ازود عدد الثواني من هنا بالشكل ده تكون ثانيتين، او ممكن وانا واقف على الانتقاله كده وعامل لها سيلكشن بقدر اصغر واكبر مده الانتقاله بين الفيديوهات بالشكل ده. ولو انا عايز اصغر الانتقاله تاني من الديوريشن هضغط واسحب شمال بالشكل ده، تبقى الانتقاله سريعه. تاني حاجة بالنسبة للانتقالة، أنت ممكن تحدد مكان الانتقالة بالظبط في آخر تراك الفيديو الأول اللي هي End at Cut. هنا الانتقالة كلها بتاخد من فريمات تراك الفيديو الأول بس بالشكل ده، أو ممكن تخلي الانتقالة بداية من التراك التاني وهتاخد من فريمات التراك التاني بس بالشكل ده. طب خلي بالك معايا، هل الانتقالة لازم أحطها بس بين القطع بين الفيديوهات؟ ما ينفعش أبدأ بيها فيديو مثلا أو أنهي بيها فيديو؟ لا، مفيش أي مشكلة خالص. ممكن أسحب أي انتقالة موجودة معايا بالشكل ده وليكن نفس الانتقالة واحطها في أول تراك الفيديو بالشكل ده. هتلاقي بدل ما الفيديو يظهر معاك بشكل دايركت هيظهر معاك بالانتقالة كده. ممكن مثلا نحط في تراك الفيديو التاني نبدأ بأي انتقالة تانية بالشكل ده. وأنا مثلا لو عايز أنهي الفيديو اللي موجود معايا مثلا بانتقالة ممكن سلايد مثلا بالشكل ده. إن الفيديو ينتهي معاك بدل ما ينتهي ويقف بشكل مباشر، يبقى فيه زي انتقالة تقفل معاك الفيديو. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرح الإفكتس في البريمير. طبعا أنا مش هقدر أشرح كل الإفكتس اللي موجودة في البرنامج لأن عددها كبير جدا وممكن كل إفكت يحتاج شرح لوحده، لكن الهدف من الحلقة إنك تفهم إزاي تتعامل مع الإفكتس وإزاي تعدل إعداداتها وتتحكم فيها، بحيث لما تقابل أي إفكت بعد كده تقدر تفهمه وتجاوبه وتستخدمه بنفسك. وبكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالإفكتس. أشوفكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.